حبيباتي حبيبات نونا، وحشتوني يا بنات. اهلا بيكم في حلقه جديده مع نونا شو. النهارده يا بنات في اخبار حلوه قوي، وبقول اخبار حلوه قوي. يعني بص، كل وسائل الاعلام اتكلمت في الموضوع ده، قالت فيه خبر حلو ان في قانون ان الزوج اللي هيمد ايده على مراته في حبس مش عارف من 30 ل 70 سنه، وبيتناقشوا في موضوع الاعدام دوت. لا يا بنات، معنون، اسمعوا الحقيقة بقى. ده مش خبر حلو، دي أخبار حلوة. الخبر الأولاني إن القانون هيعاقب الزوج اللي هيفكر يعني لسه اللي في نيته يأذي مراته. الخبر اللي أحلى منه إن نفس القانون ما جابش سيرة عن الست اللي هتضرب جوزها. ده معناه إيه؟ بحريتك بقى، بحريتك بقى، خلاص من بكرة الصبح تصحي يا ست الكل، تفتحي عين، ما تحركيش من على السرير، انت تصحي برجلك كده في وش امه، قوم حضر لي الفطار، قوم يا منيل حضر لي الفطار كده. انت فاهمه ازاي؟ وانت رايحه جايه في الصاله كده بايدي كده، انا بصبح يا قفا، انا بمسي يا قفا. وبكده يبقى حقنا لما يجي من البدايه يطلب ايدك واهلك يقولوا له احنا بنشتري راجل، كده الجمله موزونه، احنا بنشتري راجل يتحمل بهدله امه اللي هتحصل فيه. لما يقول لك انا بقى امه تطلع بيه السما وتقول لك ابني راجل وقوي، تقول لها هنشوف هيعمر قد ايه، هنشوف، انا لا بس ما يتكسرش من اول اسبوع. ايوه كده كده صحيح، يبقى بنشتري راجل ينفع. بس انا ليا ملحوظه ممكن نضيفوها، ممكن لو سمحتوا يترخصوا سعر البنج، يترخصوا الحشيش. لان مثلا عارف احنا برضو بصراحه يعني هنقول بيجي لنا اوقات كده، اوقات البريود المزاج مش حلو، فممكن الواحده تتقل شويه بشاكوش في دماغه بمش عارف ايه، تجيب سنيور تحاول تكحله في عينيه، مش يعني ممكن العيار يزيد منها شويه، فعشان الولد برضو ما يفيصش في ايدينا، يا نرخص البنج يا ندعم الحشيش. برضو ده لمصلحة المرأة، هو يولع، أنا ما بكلمش إن هو هيتقل ما يتقل، أنا قصدي عشان يقعد معايا فترة أطول. ما أنا مش كل أسبوع أجيب واحد، ما هو برضو تكلفة. تمام تمام. وهيبقى خلاص بقى ده مشهد معروف، هيبقى طبيعي تلاقي مثلا رجاله قاعده على القهوه، واحد مولع سيجاره وفجاه اصحابه بيقولوا ارمي السيجاره مراتك جايه، ارمي السيجاره مراتك جايه. ده طبيعي بقى، ده طبيعي. وهو داخل كده، وهو داخل اول ما يخش كده مش تسأليه بقى انت فين والكلام ده، مش هنتلكك له على حاجات، شممني بقك، انت طفحت سجاير، طفحت سجاير، يعني انت غاوي دخان، خش اشفط لي كل الهباب اللي موجود في المدخنه، انا عايزاها قشطه بقى، انا عايز ويا ويلك كده يعني، فاهمه ازاي؟ خلاص بقى، اللي اكلوا بط بط هيطلع عليه وز وز، مش زي امهاتنا دول كانوا غلابه، كانوا غلابه يا عيني وفي غيبوبه. انا امي كانت تقول لك تبقى رايحه عند امها بتشتكي ان جوزها ضربها، فامها عشان تواسيها الهي ربنا يشله في ايده، الهي ايده تنقطع، قلبها يحن، لا لا ياما ما تقوليش عليك كده، ده طيب ابن حلال، وبعدين مش غبي، ده كسر لي سنتين بس، وحتى من طيبة قلبه صعبت عليه وقال لي ما تخافيش هلزقهم لك بالسمغ. لا خلاص بقى، لا خلاص بقى، لا خلاص بقى، من دلوقتي اجهز يا حبيبي لما تروح عند الكوافير ولا الحلاق، ما تقولوش بقى اعمل لي ايه فوطه سخنه لا 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 لا، قول له نجد لي خدودي عشان انا مراتي ايدها تقيله. تمام. مبروك يا بنات، مبروك يا بنات. بكره، بكره الصبح البنات والزوجات كلهم في الجيم، انا عايزه عضلات، انا مش عايزه القلم اللي هو يلسع ويعمل صوت وما يعلمش، انا عايزه القلم بثلاث اربع سنون ودروس واقعين في الارض. خلاص، احنا ملائكه رحمه، فدتكم بكل عافيه.